اهلا بيكم من جديد معانا في رحله الصحه والسعاده. اتفقنا ان الانسان عقل وروح وجسد، لازم تهتم بكل الجوانب دي. نصيحه مني ليك، اللي يقولك سيبك من حاجه سيبك منه. الدكتور اللي يقولك سيبك من الرياضه، انت عندك 360 مفصل امانه عليك تحركهم. انت عندك العقل اللي يقدر يميز اسيبني منه ليه، يا ترى انا وزني زياده، طب مفيش حل. طيب هل انا النهارده رحت الجيم سكان، وانا بسميه كده لان طبعا احنا بنروح الجيم نكتشف ان احنا عندنا اصابات وحالتنا صعبه جدا، فيقولك لا يا عم شفت انت ما رحت الجيم اتصبت، بالرغم ان انت بتكتشف بس الاصابات اللي عندك. طب ما تسال دكتور علاج طبيعي، ما نشوف هنعمل ايه. تروح لواحد يقولك بص على فكره، سيبك انت بقى من الرجيمات والدايتات والكلام ده دكاتره التغذيه فشلوا معانا وفشلوا مع ناس كتير جدا، واحنا رحنا للجانب النفسي هو اللي صلحنا. ما هو بالعقل كده يا جماعه، الشخص اللي عنده مشاكل نفسيه اكيد مش هيقدر يعمل اي حاجه في حياته، محتاج حد يعمل له دعم نفسي. كل ده انت محتاجه، انت تقيمه وتقيم حالتك. طبعا لما بيبقى الموضوع كله في ايد شخص واحد، زي ما احنا مثلا درسنا في العلاج المعرفي السلوكي، كان الدكتور يقول لنا ايه، انت ممكن واحده جايه لك عندها اكتئاب، هي حالتها صعبه جدا وعندها اكتئاب، بس عندها مشاكل مع جوزها، هتبدا بانهي؟ طبعا تحللها مشاكلها مع جوزها، لان انت لو عالجتها من الاكتئاب وبعد كده كان جوزها طلقها قبل ما عالجتها من الاكتئاب هتنتحر، فانت بتبدا تشوف بايه. عشان كده النهارده هنستضيف مع دكتور احمد جاد، مش هيكون معانا بقى كدكتور تغذيه لكن كحد دارس هيلث كوتشنج، يكلمنا بقى في الموضوع ده كله على بعضه. يا ترى نسيب ده ولا نجرب ده، وده مشكلته ايه؟ هل يا ترى الميزان بيعقدنا؟ هل يا ترى الرجيم بيعذبنا؟ خلاص نسيب ده كله والنفسيه، ولا الدكتور اللي بيجردنا من ادميتنا ويقول لنا بصوا اهم حاجه الدايت ده وتلتزم بيه؟ لا، كل يا جماعه مش موضوع ان انت هتمشي اوتوستراد ولا دائري، انت كل ما هتستخدم طرق تساعدك وتفيدك كل ما يبدا يكون احسن. معاكم دكتوره مروه زكي، مدرب معتمد في البرمجه اللغويه العصبيه واخصائي في علم النفس الايجابي وعضو في رابطه الاخصائيين النفسيين. حاجات كتيره جدا كده من علم النفس، ومدرب معتمد في مهارات التفكير وحاجات كتيره جدا. عشان كده ببص الموضوع من كذا زاويه، لكن ان شاء الله مع دكتور احمد جاد هنبدا نتكلم معاه كهيلث كوتش وكاخصائي تغذيه عشان نفهم نسيب ايه ونجيب ايه. اشوفكم مع دكتور احمد جاد.